الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد ان شاء الله. بكرة يوم الاثنين، يوم الحد هو المتمم لشهر رمضان، ويوم الاثنين ان شاء الله اول ايام عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما معانا ومفرحينا على قناتكم يوميات زملكاوي بلايك للفيديو واشتراك في القناة وشيروا فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين الاهلاويه والزملكاويه اللي بنستمتع بتعليقاتهم الجميله، وخصوصا التعليقات المحترمه والمؤدبه من اخواتنا الاهلاويين. بعد ازمه مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك، والاهلي خسر الدوري بمعنى اصح، خسر 3 نقط وخسر كمان 3 نقط بتوع المباراه و3 نقط في اخر الدوري. يعني بالسلامه الدوري المصري يا نادي اهلي. نادي الزمالك بيلعب مباراه من اجمل مبارياته في الموسم ده قصاد فريق قوي وعنيد وفريق صعب جدا، وهو فريق سيراميكا كليوباترا. الزمالك بينجح في الحصول على ضربة جزاء بيحرزها عبد الله السعيد، وبيديله ضربة جزاء تانية وبيضيعها برضه عبد الله السعيد. وانا شايف ان كان المفروض حد غير عبد الله يشوط ضربة الجزاء التانية، لان محمد بسام برضه حارس مش سهل وعامل ضغط كبير على عبد الله السعيد في ضربة الجزاء التانية، وده اللي ادى لاهدارها. بعد كده فريق سيراميكا بيضغط على نادي الزمالك وبيقدر ان هو يتعادل مع نادي الزمالك، وبيحرزوا هدف في محمد صبحي. وسبحان الله هدف سيراميكا برضه عامل زي هدف البلاي ستيشن لما بتاخد اللعيبه وتجري على الجنب وترجع الكره لورا وتشوط، بس هدف جميل برضه وهدف لا يسأل عليه محمد صبحي. زيزو بقى النجم الزملكاوي معشوق الزملكاويه، اوعى يا زيزو تسيبنا وتروح النادي الاهلي، انا بحذرك اهو. فزيزو بيحرز الهدف الثاني من ارضه، وكده الزمالك بيتاهل لنهائي كاس مصر عشان يواجه بيراميدز اللي مسك النادي البنك الاهلي، نفضه 4-0 في مباراه قويه جدا، وبيضرب جرس انذار لنادي الزمالك. وبيراميدز يا جماعه عامل سكواد قوي جدا السنه دي، ومنافس قوي جدا على الكاس وعلى بطوله الدوري المصري. مباراة الزمالك وبيراميدز هتكون مباراة صعبة جدا ومباراة قوية، وصعب جدا تتوقع مين اللي هيفوز بكاس مصر، بيراميدز ولا الزمالك. ولكن طبعا مش صعب على جمهورنا ومتابعينا، اكتبوا لنا في التعليقات مين اللي هيفوز بالمباراة، بيراميدز ولا نادي الزمالك. انا شخصيا بتوقع الزمالك، لان نادي الزمالك الخبرة بتفرق، ونادي الزمالك بيعرف ازاي يكسب بيراميدز بغض النظر عن مباراة الدوري اللي خسرها السنة دي ب3 أهداف مقابل لا شيء. ولكن حالة نادي الزمالك دلوقتي أفضل، وهل نادي الزمالك هيقدر يدعم قبل نهائي الكاس بالصفقات؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. وهل حالة الفريقين في وقت لعب مباراة نهائي الكاس هترجح مين اللي هيكسب؟ بشكركم وإلى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.